الأحلام لا تموت فجأة، بل تذبل مع كل مرة نؤجل فيها العمل. تتراجع خطوة كلما قلنا غدا أبدأ، حتى تصبح طيفا بعيدا لا نراه ولا نعرف كيف كنا نتمسك به. الإهمال ليس فقط تجاهلا، بل خيانة هادئة لطموحاتنا. هو أن نخذل أنفسنا بصمت، أن نرى الحلم هناك ونبقى واقفين هنا. عدم الاستمرارية لا يعني الفشل، لكنه أقصر طريق إليه. فالأحلام تحتاج جهدا لا ينسى، وصبرا لا ينكسر، وخطوات ولو بطيئة لكن لا تتوقف. الذين يحققون أحلامهم ليسوا الأكثر حظا، بل الأكثر التزاما. الذين وصلوا حين تعثر غيرهم، الذين مشوا حين تعب الجميع. فلا تترك حلمك يذبل بين يديك، ولا تنسى أن الله لا يضيع تعب الساعين. إهمالك لحلمك هو خسارتك لنفسك. كم حلم دفنته بيدك؟ كم مرة قلت غدا أبدأ؟ كم طريق بدأته وما أكملته؟ الأحلام ما تختفي فجأة، هي تنسحب بهدوء كلما أحملتها، تبتعد كلما أنت توقفت، وتموت عندما لم تعود تسأل عنها. الناجح مش اللي حلمه كبير، الناجح هو اللي استمر حتى لما كل شيء كان ضده، واللي فشل ورجع تعب وكمل، اللي آمن إن التعب اليوم راحت بكرة. إذا تركت حلمك ترى ما حد راح يكلمك عنه، وإذا أهملت اليوم راح تندم بعدين. يعني كل لحظة تمر إما تقربك من حلمك أو تبعدك عنه. فكر، لو تعبت شوي وين ممكن توصل بعد سنة؟ لا تهمل حلمك، لأنك ما خلقت لتكون إنسان عادي،